جربي تحطي المكونات دي على بعض وهتنبهري بالنتيجة. هيبقى معاكي أحلى بديل للسندوتشات، أسرع من البيتزا وألذ من الكريب وكمان من غير فرن. كوباية ونص من المية، عليها كوباية من الحليب الدافي، معلقة من الخميرة، وكمان معلقة من السكر. قلبتهم مع بعض كويس وهسيبهم على جنب يتفاعلوا. حضرت بيضتين، قلبتهم كده كويس وهضيفهم على المكونات. زودت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح وكمان 4 معالق كبار من الزيت. بدأت أنزل بالدقيق، أول كوباية من الدقيق قلبتها كده، وبعد كده الكوباية التانية، ومعايا هنا الكوباية التالتة نزلت بيها تدريجي كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ده القوام اللي انا محتاجاه، ممكن يحتاج معاكوا اكتر او اقل، المهم توصلوا للقوام ده. اغطيها واسيبها تخمر شوية على ما احضر الاضافات اللي هضيفها عليها. ضفت فلفل الوان وزيتون وبسطرمه، ممكن تحطوا اي حاجه عندكم، قطع فراخ او لانشون او سوسيس. حطيت كمان موتزاريلا وشيدر، برضو ممكن تحطوا اي جبن بتحبوها. زودت كمان قطعتين من الجبنه المربعات، قطعتها كده صغير، وشويه من البقدونس، ونقلب كل المكونات وكده معانا وجبه متكامله. هتبلها بملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وزعتر. وعلى طول بكون مسخنه طاسه ادهنها كده بالزيت، وانزل بحوالي كبشتين من الخليط. نغطيها شوية لحد ما تستوي من تحت. نلاقي كده الجوانب بتفصل، نقلبها على الناحية التانية عشان تستوي من الناحية التانية كمان. نزود كده زيت ونسيبها تستوي كده تمام، تستوي من الناحيتين. هتبقى معاكم بالشكل التحفة ده، ريحتها وطعمها هيعجبكم قوي ومش هتبطلوا تعملوها.